دخلت للقناة اتحررت بلدي لو اني راجعة من قبل. كيفكن؟ اليوم الفيديو حيكون يعني ما من محتوى قناتي، ولكن شيء صاير وحبيت اني افسر لكم اياه، لانه جتني تعليقات على اليوتيوب يا هيا شو الفرق بين هاد وهاد. طبعا هذا الفيديو لاخواتنا العرب يلي من غير الجنسية السورية، الخليج، مصر، ممكن لبنان. لا لبنان، بلاد الشام اعتقد بيعرفوا الفرق، يعني فلسطين، الاردن، لبنان، اعتقد هدول بيعرفوا الفرق بين هاد وهاد. واذا ما بتعرفوا الفرق كملوا الفيديو للاخير، لانه بهذا الفيديو راح احكي الفرق بيناتهم. هيمي، علم سوريا الاساسي هاد ولا هاد؟ الجواب هو هاد. ليه سوريا انعرفت بهذا العلم؟ سوريا من زمان، من قبل ما عائلة الأسد يستلموا رئاسة سوريا، كان العلم هو العلم الأخضر، ولكن لما بشار الأسد استلم الرئاسة في سوريا غير العلم من هاد لهاد، يعني الأصلي هو هاد، بس هو يعني حب هيك يعمل شوية تعديلات، شوية رتوش بسيطة، فطلع معه هذا الشكل. وصار هذا علم بشار الأسد، علم النظام، علم الجمهورية العربية السورية. الشعب السوري نصه تقبل نصه ما تقبل، بس ما هذا كان موضوعنا، ما كان موضوعنا تغيير ألوان بالعلم، ما هذا كان الموضوع، ولو إنه في ناس ما تقبلت وظلت بدها هذا العلم. يوم من الأيام، ما بعرف بأي سنة، بس يعني أكيد قبل الحرب، يعني أعتقد قبل 14 سنة، كان في أطفال بدرعا كتبوا على الحيط جايك الدور يا دكتور. مين قصدهم؟ قصدهم بشار الأسد، لأنه بشار الأسد دكتور عيون. بسبب هي الجملة يلي انكتبت على الحيط اعتقل 15 طفل سوري، وتم تعذيبهم وضربهم وإهانتهم. وبسبب هي الفعلة يلي صارت، الشعب السوري كلياته مثل كأنه كان واقف على نكشة، قام وبده يعمل انقلاب ضد النظام السوري اللي هو ضد بشار الأسد يعني. وبسبب هذا الانقلاب استمر 13 سنة. الناس طلعت مظاهرات تطالب بالحرية، يلي بدهم يرجعوا هاد، ويلي بدهم الحرية وما عاد بدهم النظام ولا عاد بدهم الرئيس، وهذا مو وضع، وشو هالعيشة واخت هالعيشة. هون بقى تعال هون يلا صار معتقل، تعال هون كمان هذا صار معتقل، كلياتهم انحطوا بسجون يعني ما بتنعد، بس أخطرهم كان سجن صيدناي، أكيد سمعتوا عنه، وإذا ما سمعتوا عنه روحوا وابحثوا عنه، لأنه مالي خلق أقعد أحكي لكم عليه. صار أي حدا يطالب بالحرية يعتقل، ينسجن، ينضرب، ينقتل، يروح فيها من الآخر يعني. بعدين صرنا ما عاد نسترجي، يعني مش الكل، البعض صاروا ما عاد يسترجوا إنهم يطالبوا بهذا، ولازم نتقبل هذا، بس رماية. ضلوا الناس اللي بدهم الحرية وبدهم الثورة السورية إنها تنتصر، ضلوا مقاومين ومقاومين ومقاومين لحد ما استمرت الحرب 13 سنة و8 شهور ومدري كم يوم وكم ساعة. آخر شيء الحمد لله انتصرنا. فالجواب للسؤال إنه هيا غيرتوا الرئيس، طيب ليش تغيروا العلم؟ نحنا ما غيرنا العلم، نحنا رجعنا العلم. فعلم سوريا الأساسي والأصلي غصب عن الكل هو هذا. بتمنى تكونوا فهمتوا الفيديو، او بتمنى اكون شرحت لكم بطريقه مبسطه، ما دخلت لكم كثير بسين وجيم، يعني حاولت اختصر لكم الموضوع وفهمكم اياه هيك على بساط احمدي. احكوا لي اذا انتم رح ترجعوا على سوريا ولا لا، سوريا الحره تنتظرنا. بس هذا هو كان فيديو لليوم، اذا حبيتوه اعملوا لي لايك يا جماعه، وانا كثير بحبكم. يلا باي.